السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في حكاية وقصة جديدة. أنا اسمي سماح وعايشة في منطقة في المنوفية. طول عمري وأنا حاسة بنفسي إن أنا حلوة قوي، وكل الناس فعلا كانت بتقول عليا كده. بس معرفش ليه كان عندي جوايا كده تمرد يعني. عمري ما كنت بحس براحة ولا حاسة إن أنا مبسوطة. كنت دايما محتاجة لأكتر من اللي أنا فيه. ويوم من الأيام لقيت واحدة من الجيران بتقولي إن عنتر جارنا بيدور على عروسة. عنتر جارنا ده بقى واحد شغال صنايعي، صنايع رخام من وهو عنده 17 سنة. أبوه مات وسابه وكان سايبله أخوات بنات. عاش حياته كلها شقة وتعب واتمرمط، بس بقى أحسن صنايعي عندنا في المنطقة وبيكسب دهب. وسافر ليبيا وجوز اخواته يعني. كان معاه فلوس كتير وقتها. بصراحة حسيت ان عينيا لمعت كده، لان كان اغلب الناس اللي بيتقدمولي سكة مش قد كده يعني. لكن عنتر كان ما شاء الله عليه معاه فلوس كتير، وكان جدع وراجل. كل الناس كانت بتتكلم عنه ان هو راجل يعني بجد، ويقدر يتحمل المسؤولية. خصوصا موضوع ان هو جوز اخواته ده. كانت كل الناس عندنا في المنطقة بتتكلم عن جدعنته. وبصراحة الموضوع ده خلاني ارتاح له، وبدأت ان انا ارمي شباكي عليه. خصوصا لما عرفت ان امه عايزة تجوزه. في الرايحة والجاية كنت مركزة معاه قوي. والصراحة شكله كان غلبان، يعني شكله كده ما كانش بتاع علاقات. لان اول ما حاولت بس معاه كده لقيته فعلا وقع. ويمكن برضو لانه هو حبني، لان زي ما قلت لكم كل اللي بيشوفني هو اللي بيقول عليا ان انا حلوة. وفعلا اتقدم لي، وانا طبعا وافقت، واهلي وافقوا. ما هو كان عريس بالنسبة لهم لقطة الصراحة يعني. لما جه هو وأمه يتقدمولي، وقتها كنت مبسوطة خالص وفرحانة. بصراحة مركزتش معاه قوي انه كان حلو ولا لا. اللي كان فارق معايا هو موضوع الفلوس، وان هو هيعيشني مرتاحة ويجيب لي كل اللي انا عايزاه. وهو فعلا عمل كده. اتجوزنا وكان معيشني عيشة محدش في المنطقة كلها ولا في قرايبي كلهم يحلموا بيها. كان على طول بيسافر السعودية وليبيا. كان بيشتغل وكان شاطر قوي، وكان حارك يعني. ما كانش بيحب يقعد في البيت كتير وكده. لكن للأسف عنتر كان فيه عيب خطير جدا بالنسبة لي، وخدت بالي منه بعد الجواز. أنا ست ذكية وعملية وما بحبش النحنحة، وما بحبش الكلام الكتير. وكمان بحب الإنسان اللي معايا يفهمني بسهولة. وعنتر ما كانش بيفهمني لأنه كان غبي جدا. يعني هو كان راجل بتاع شغل بس. تعالى بقى في أي حاجة تانية، لا ما بيفهمش. لو اتكلمت معاه في أي موضوع ما كانش يستوعب كلامي بسرعة. كان فهمه بطيء قوي. ربنا ما بيديش بقى الإنسان كل حاجة. يعني سبحان الله كان شاطر شطارة في شغله، لكن أجي أتكلم معاه في حاجة ما يفهمنيش. طبعا هو ما كانش أغنى واحد في المنطقة، بس هو كان حنين بغباء. كان سخي جدا، يعني أي حاجة تخطر على بالي أبقى عايزاها ما كانش يتردد ولا يسألني في الحاجة مرتين. وكان متدين، أي نعم هو خلاني أحج أكتر من مرة، بس مش بمزاجي. هو اللي عرض عليا الحج بصراحة، وانا رحت علشان رايحة بيني وبينكم والحق يتقال ان انا ما كنتش بفكر في موضوع الحج والكلام ده. بعد فترة ابتديت احس ان انا مخنوقة منه وزهقانة. ما هو برضو الفلوس مش كل حاجة، والموضوع ان هو ما بيفهمنيش ده كان مضايقني جدا جدا. خصوصا ان انا لماحة وذكية، وعايزة اللي اتكلم معاه ياخد ويدي معايا في الكلام ويفهم كلامي، مش كل حاجة اقعد اشرحها له. المهم بعد كده كان موضوع ان هو كان بيشتغل وبيشقى وبيتعب، بقى بيجيله شغل كتير وهو ما بيتأخرش وما بيقولش لا. ما بقاش بيعمل معايا العلاقة كتير، رغم ان في البداية جوازنا كان يعني الموضوع بالنسبة لنا حاجة كده مهمة. وهو بصراحة كان بيعمل لي كل اللي انا نفسي فيه، وكان كويس معايا جدا في العلاقة. وانا كمان منكرش يعني، ومش هكدب عليكم ان من النوع اللي بحب الحاجة دي. حاجة مش عيب ولا حرام، امال احنا متجوزين ليه؟ لقيته بقى ان هو
بيتغير معايا في الموضوع ده. بس الكلام ده كان عدى على جوازنا كتير قوي، بس انا ما اتغيرتش وفضلت زي ما انا. هو اللي اتغير معايا وما بقاش قد كده. يمكن بقى من الشغل الكتير اللي كان بيجيله، يمكن كان بيتعب علشان هو عامل برضه وبيشيل وبيحط. بس انا بصراحة ما كانش فارق معايا كل ده. انا ما كنتش عايزاه يعمل كل الشغل اللي بيجيله، كنت عايزاه يبقى معايا زي ما هو. هو اللي محافظش على ده. في ناس كتير كانت تقولي اقعدي مش عارفة اعملي ايه علشان خاطر ما تفكريش في الموضوع ده. بس انا ما كنتش بعرف اعمل ده، ولان زي ما فهمتكم دايما عندي احساس ان انا مش سعيدة ومش مبسوطة، وناقصني اي حاجة بدور عليها كده زي ما بيقولوا بالملقاط. لو اي حاجة ناقصاني ببقى عايزاها، مش عايزة ابقى محرومة من حاجة ابدا. بدأت اعمل علاقات مع اي حد يجي في طريقي. الصراحة يعني ما كنتش بقول لا على حاجة يجي معايا في مكالمتين، كان الموضوع ممكن ينتهي بعلاقة كاملة معاه. ما كانش عندي مشكلة في الموضوع ده. ما كنتش قريبة من ربنا، ولا حتى ربنا قدام عيني ولا في دماغي خالص. كل اللي انا كنت عايزاه كنت ببقى عايزة اعمله، بنفذه، مش بستنى افكر في الصح والغلط ولا الحلال والحرام. وطبعا انا كنت عكس عنتر جوزي في الموضوع ده تماما، لان عنتر بيخاف ربنا وقريب من ربنا قوي. زي ما قلت لكم كان معايا بنت وولدين، وجت حصلت مشكلة لابني الصغير وبقى تعبان، وبقيت على طول بروح بيه للدكتور. في الأول كنت متضايقة وزعلانة علشان ابني، لكن بعد كده لما قربت من الدكتور ده وارتحت له وحبيته، وكان بصراحة بيعمل لي كل اللي أنا نفسي فيه واللي أنا محرومة منه، بقيت بحب موضوع مرض ابني ده، علشان بس الحاجة اللي ناقصاني إن أنا أكملها وكده. لأني ما كنتش بالسهل إن أنا أوصل لعلاقة كاملة مع حد يعني. كان بيجي عليا وقت وأيام كتير جدا وأنا عايشة حاسة إن أنا محرومة من الموضوع ده. وطبعا عنتر جوزي ولا هو هنا خالص. علاقتي بالدكتور ديت بقى كانت مستمرة. كنت كل ما بروح له العيادة علشان خاطر يكشف على ابني كان بيحصل بيني وبينه علاقة، وهو كان متساهل معايا قوي. وبرضه عنتر ما كانش بيجي معايا، كنت أنا اللي شايلة كل شيء، وكنت أنا اللي بروح لابني على طول. حتى لو كان عنتر بيفكر يجي معايا الصراحة أنا ما كنتش بخليه يجي، كنت ببقى عايزاه ان انا انفرد بالدكتور لوحدينا، وابني كنت بتصرف فيه. ما كانش مشكلة بالنسبة لي، وواضح ان الدكتور ده كان شبهي، لان هو عمره ما قال لي كلام حب ولا مثلا كان بيكلمني في التليفون او كان بيقومني على جوزي. كان بيهديني وبياخد اللي هو عايزه وخلاص على كده. وقعدت فترة طويلة واحنا كده طول فترة علاج ابني، لحد ما ابني ربنا افتكره. ربنا افتكر ابني الصغير. انا اي نعم زعلت علشانه طبعا، لازم ازعل، بس معرفش ليه كان قلبي جامد كده. وكنت اكتر حاجة مضايقاني ان انا مش هعرف اروح واشوف له الدكتور بعد كده. قصدي هروح له بحجة ايه وهخرج من البيت كل شوية ازاي؟ ما كنتش عارفة اعمل ايه بصراحة. الموضوع بتاع ابني ده بوظ علاقتي بالدكتور خالص، اللي كنت في الفترة دي حاسة ان انا عندي اشباع، ما كنتش حاسة بأي حرمان. ورجعت تاني لنفس النقطة. ما هو مش بسهولة هجيب حد كده يبقى قريب مني وتكون الدنيا بيني وبينه سهلة ان احنا نعمل الموضوع ده مع بعض على طول. الفترة دي ما فكرتش ان انا اتطلق من عنتر نهائي، وقعدت فترة طويلة تاني في الحرمان. كنت بصراحة بدور على اي حاجة اخرج منها من الاحساس ده. وعنتر زي ما هو ساهي في شغله وساهي في حياته ومش مركز معايا خالص. وطبعا حتى لما باجي ألمح له ما بيفهمنيش كالعادة، هو غبي. لحد ما في مرة من المرات لقيت معاه صاحبه ده كان اسمه مسعد. ومسعد ده بقى كان بيشتغل في الجن والأعمال والسحر. وطبعا انتوا فاهمين محدش بيشتغل الشغلانة دي غير لما بتكون دماغه داهية. ومسعد كانت دماغه داهية، وكان ذكي جدا، ذكاء غير طبيعي. كان زيي بالظبط، والست الذكية ما بتحبش غير الراجل الذكي اللي زيها.
ومسعد بقى كان ذكي جدا، بس بصراحة ما كنتش عارفة اختبره ازاي. هو صاحب عنتر جوزي وقريب منه، يعني كان على طول يقولي ان هو سرهم مع بعض، وكان على طول مستجدعه ويتكلم عنه كويس أوي. ففكرة ان انا ابدأ انا الموضوع معاه كانت صعبة، ده واحد قريب منه قوي، وهو ممكن لو بيحب عنتر قوي ومعتبره اخوه بقى والكلام ده كان يعمل لي فضايح ومشاكل، او ممكن كمان كان يقول لي اي حاجة قدامه. فما كنتش عايزة ارمي نفسي عليه، كنت بختبره كده من بعيد لبعيد علشان اشوف ردة فعله الاول، وبعد كده اشوف هعمل ايه معاه. واللي شجعني بصراحة ان انا اعمل له الاختبار ده لما عرفت من حماتي ان هي ما بتحبوش، وكانت على طول تقولي ان مسعد ده انسان ما هوش كويس ومش جد، وكانت دايما بتتعارك مع عنتر وتقوله بلاش يا ابني، بلاش تبقى قريب من الراجل ده. وهو كان بيقول لها يما ده صاحبي، ده كويس، ده جدع. فانا قلت بس انا هعرف ان كان هو كويس وجدع ولا لا. كان على طول لما بيجي مسعد مع عنتر البيت كنت بطلع اقدم لهم اي حاجة، اي حاجة يشربوها واقعد معاهم، وكنت بحاول البس لبس ملفت لما اشوف كده مسعد هيبصلي ولا لا. كنت مرة بصراحة، كل مرة كنت بزود العيار واتقل شوية، لحد ما في مرة من المرات كنت لابسة قميص تحت الروب بتاعي، ولما جه مسعد مع عنتر ملبستش هدومي، لبست روب علشان اي فرصة كانت هتجيلي كنت هبين اي حتة من جسمي واشوف بقى ايه اللي هيحصل. مرة وانا بقدم له القهوة وبينت كده حتة من صدري لقيته تنحلي وكان مركز معايا. من بعد المرة دي انا فهمت ان هو عينه بتيجي عليا وبيبصلي وبيركز معايا بطريقة غريبة زي ما انا راسمة بالظبط. مسعد بقى من اليوم ده ما كانش بيشيل عينه من عليا، وبدأ من جسمي اللي عندي اللي ما كانش واخد باله منهم ساعتها. انا لفت انتباهه بس وكنت سايبة ان هو بقى اللي يكمل، ما انا برضو مرات صاحبه وما كنتش عارفة هو هيكون مخلص ليه ولا ولاؤه ايه. لا، وخصوصا ان عنتر ليه دقات جمال كتير قوي على مسعد، وما كنتش عارفة هيبقى ولاؤه ليه لحد فين. بس بعد كده بقيت اتعمد ان انا اقعد معاهم كتير، وما كنتش بسيبهم طول ما هما هنا، ودايما بلبس الروب زي ما انتوا فاهمين. لحد ما في مرة جه تليفون لعنتر وخد تليفونه ودخل الأوضة، غالبا ما كانش عايز يتكلم قدام مسعد في المكالمة دي، ودخل وطول وقعد كتير، قعد تقريبا ربع ساعة. كانت دي أول فرصة تجيلي بقى، فرصة كاملة إن أنا أبقى قاعدة أنا وهو لوحدينا. أي نعم عنتر معانا بس هو في الأوضة وأنا مش عايزة أكتر من كده. قعدت أتكلم مع مسعد اليوم ده كتير قوي، وخدت بالي أكتر وأكتر من ذكائه الجامد. وكانت دي أكتر حاجة عجباني فيه، إن أنا كنت عايزة أوقعه، مش علشان خاطر العلاقة والحرمان اللي أنا فيه، لا ده كان عاجبني، كان عاجبني أوي دماغه. وده بقى كان يعتبر البداية في اليوم ده. أنا عملت له حركة إغراء بس جامدة شوية، ورفعت الروب من تحت وبينت تقريبا رجلي من أولها لآخرها. وبعدها مسعد عرق وبقى مركز معايا ومتنح، فضل متنح لرجلي ومشالش عينه من على رجلي خالص. ومن بعد الحركة دي فضلت رايحة جاية قدامه وهو متنح لي، وكان بيبصلي بصات طبعا باين عليه ان هو ايه، عايز ايه. باين عليه في عينيه كل حاجة، كل حاجة كانت باينة قدامي. من فرحتي وقتها ضحكت ضحكة جامدة. هو ساعتها فهم ان انا فهمته، وهو كمان وصله نفس اللي انا عايزاه، وكان عايز يمكن اكتر مني. حسيت وقتها بانتصار، ان انا مستحملتش في ايده غلوتين، يدوب بس حركتين صغيرين عملتهم معاه ما بقاش شايف قدامه، وبقى كل همه وتركيزه معايا انا. لدرجة ان اليوم ده لما عنتر طلع من الأوضة وقعد معانا فضل هو باصص لي ومش عارف يشيل عينه من عليا، وانا فهمته بطريقة غير مباشرة ان انا نفسي اشوفه
واتكلمت مع عنتر وقتها ان انا تعبانة ومش قادرة ومحتاجة دكتور يكشف عليا، وكنت ببصله جامد وانا بتكلم، بس عنتر رد عليا عادي وقال لي ان شاء الله لما نبقى فاضيين ابقى اخدك ونكشف لك بكرة. وانا سكت وما ردتش عليه، ودماغي كانت عمالة تودي وتجيب. بعد ما نزل مسعد وعنتر دخل ينام قعدت افكر، طب الراجل ده انا هجيبه ازاي؟ هعمل معاه اللي انا عايزاه ده ازاي وازاي هتصرف في الموضوع ده ازاي؟ ما كنتش لاقية اي فكرة، لان طبعا مستحيل وصعب ان هو يدخل البيت كده. عنتر ممكن يعرف وانا ما بروحش في حتة، وهو ما عندوش مكان، لحد ما جات لي الفكرة بقى اللي هتجيب طرف الموضوع وهنقدر نبقى مع بعض. مصعب شغال في السحر والأعمال والدجل والشعوذة والكلام ده كله، وطبعا أنا عارفة وعنتر كمان عارف. عنتر وهو نايم فضلت أصوت وأتنطط قدام باب الشقة بس من جوه، لحد ما عنتر صحي من النوم، وقلت له الحقني يا عنتر أنا لقيت جن أحمر واقف عند الباب وبيبصلي. وفضلت أترعش وأصوت وهو يقرأ عليا قرآن ويهديني ويقول لي اقري آية الكرسي، اهدي بس وصلي على النبي، ويكلمني كده، وأنا طبعا أعمل نفسي إن أنا هديت طول ما هو بيقرأ القرآن، وأول ما يبطل قرآن أقعد أصوت تاني. وفضلت طول الليل على كده. وعنتر يا عيني من كتر فضل سهران طول الليل، رغم ان هو كان بيبقى تعبان قوي، وكل ما اقوم اصوت كان بيقرالي قرآن. طبعا انا عملت كل ده وانا عارفة ومتأكدة ان عنتر الصبح هيروح ويتصل على مصعب ويقول له على الموضوع ده، وساعتها اكيد مصعب هيفهم ايه المطلوب. وفعلا ده اللي حصل. عنتر ما كدبش خبر وما كانش نايم طول الليل، واول ما النهار ما طلع اتصل على مصعب على طول وقال له الحقني يا مسعد، مراتي طول الليل ما كانتش نايمة، كل شوية تقعد تصوت وبتقولي ان هي شايفة جن احمر. انا كنت بقرا لها قرآن بس هي عايزاك تكشف عليها. وطبعا مسعد فهم ان انا كده جيت تحت رجليه، يعني وصلت له الموضوع، وهو كمان فرح وانبسط قوي. وهو قال لي بعد كده ان هو فهم اول ما عنتر قال له الكلام ده، وكان فرحان قوي ان انا لقيت فكرة جهنمية زي دي، احنا الاتنين دماغ واحدة. وبعدها فعلا جه علشان يكشف عليا، فهم ان انا عليا عفريت وان انا هحتاج جلسات، وان هو لازم يقعد معايا علشان خاطر يطلع العفريت من عليا. ومن هنا بدأ مسعد يجي البيت بقى رسمي علشان يقعد معايا ويتكلم معايا ويسألني الأسئلة ويطلع العفريت. وطبعا كان ساعات عنتر بيكون موجود، بس أنا بقيت أزود الشغل شوية واتصل على عنتر وهو في شغله وعارفة إن هو ما يقدرش يجي، وأقعد أصوت وأصرخ، وهو بنفسه اللي كان بيتصل بمسعد علشان يجيلي البيت. ودي كانت أول مرة مسعد يدخل بيتنا وعنتر مش موجود. واليوم ده أول ما دخل بس ما تكلمش معايا ولا كلمة، ولقيته بدأ معايا في العلاقة على طول. وطبعا دي كانت حاجة أنا كنت مستنياها. ولما خلصنا نمت على السرير، لأن لقيت عنتر كان جاي بيجري علشان يشوفني عاملة ايه ويطمن عليا. عملت نفسي ان انا نايمة، ومسعد وقتها قال له ان انا طلعت العفريت بس ممكن يرجع تاني، انا ان هو من النوع الفرار. طبعا انا ما كنتش فاهمه هو بيقول له ايه فرار جرار، انا كان بالنسبه لي اللي عايزاه وصلت له وبس، ما كنتش في دماغي اي حاجه تانية. وفضلنا على الوضع ده كتير، وعنتر ما كانش بيشك في مسعد خالص، وكان كل اللي في دماغه فعلا ان مسعد يجي علشان يعالجني. بس الصراحة هو طبعا ما كانش بيعالج نهائي، كان بيحصل بينا حاجات جميلة بالنسبة لي وقتها. أنا كنت شايفة كده، وكنت شايفة إن ده انتصار عظيم، إن أنا بحصل على اللي أنا عايزاه وبعرف أعمل كل حاجة بخبثي وبمكري وبدهائي زي ما بيقولوا. لحد ما وصل بينا الموضوع إن إحنا بقينا بنحط منوم لعنتر علشان ينام ونقعد براحتنا. بس أنا ابتديت أتخنق من الموضوع ده. كان بيني وبين مسعد حاجة كده ممكن ما تبقاش حب، هي ممكن تكون حب تملك، هو بيعمل اللي أنا عايزاه
وبحس معاه ان احنا الاتنين دماغنا شبه بعض. فبقيت بحس ان انا كده ما بحبش عنتر خالص، وما بقتش طايقاه بمعنى اصح. كنت ببقى عايزة انفرد بمسعد طول الوقت، وبقى عندي طمع وشراهة في ان انا اقعد معاه واعيش معاه براحتي. فابتديت افكر بشكل جدي ان انا اتخلص من عنتر خالص قبلنا، وجايب فلوس واراضي وكل حاجة كنت عايزاها، كل ده اخده منه. ما كنتش عايزة اسيب حاجة، علشان كده ما فكرتش ابدا في موضوع ان انا اتطلق منه ده. كان تفكيري ان انا اتخلص منه وقتها. واتفقت انا ومسعد ان هو هيجيب لي اي مبيد حشري، وافضل احط له كده في الاكل والشرب، او في الاكل لحد ما هو يموت بالبطيء. وفعلا قعدنا 15 يوم بالظبط بحط له المبيد في العصير وفي الاكل وفي اي حاجة، بس ما كانتش جايبة معاه نتيجة. وحاسة ان هو ما عندوش اي حاجة، كان بس بيجيله شوية مغص. وكل ما بيجيله بيقول انا حاسس بألم في معدتي وعايز اروح اكشف عنده اي دكتور. كنت بقعد اقوله انت اشرب بس حبة نعناع، اي حاجة علشان خاطر ما يروحش ويكشف. حتى واحد من صحابه مرة كان بيكلمه في التليفون وكان عايز يروح يكشف له، بس انا رحت شد التليفون منه وقتها، وكنت خايفة حد يعرف اللي بيحصل ونروح في داهية. انا كنت مرتبة ان الموضوع يجي بالتدريج، وان احنا نخلص منه. وعمري ما فكرت ان احنا ممكن نتمسك او ممكن حد يحس باللي حصل ده نهائي. بقالنا فترة على كده زي ما قلتلكم 15 يوم، لحد ما اتخنقت من كتر ما انا بحطله المبيد الحشري ومش راضي يجراله حاجة. فقلت لمسعد الكلام ده، وقلت له خلاص انا هجيب له حبة غلة واحطها له عندي في البيت. وطلبت منه ان هو يروح علشان يعمل له حاجة. فعلا وقتها عنتر راح واتعزم يومها على سمك، وقال له انا جايب لك اكلة كلها فسفور، وحط له حبوب الغلة فيها وأكلها. اليوم ده فعلا تاني يوم بالظبط بعد عنتر ما يتعب بدأ يتعب قوي، ويبقى ما هواش قادر وبطنه بتتقطع. وكل ما يقول لي تعالي نروح نكشف، اعمل نفسي ان ما فيش اي حاجة واتلكك كده ومعرفش اعمل ايه. ما انا مش عايزة حد يعرف ان حد حط له حاجة. لقيته بيكلم واحد صاحبه في بعد ما كل سمك، ومن يومها وهو تعبان. وقتها ارتبكت واتضايقت، وشديت منه التليفون تاني وقفلت السكة على طول. لقيت صاحبه بيتصل بيا وبيقول لي انا جاي علشان اكشف له. قلت له لا ده نام، وانا ما صدقت بصراحة ان هو ينام. واليوم ده كان عنتر تعبان قوي، لكن تاني يوم بقى كان تقريبا عامل زي المشلول، وما كانش بيتحرك في اليوم ده خالص. اهله اتصلوا بيا وجم فعلا وخدوه علشان يودوه يكشفوا له، هما وصاحبه. ده كانوا عايزين يلحقوه، بس عبال ما راح المستشفى كان مات. فالدكتور في المستشفى طلع تقرير ان هو واكل حاجة سم، بس ما كانش مفكرين ان يعني تسمم من اكل بره او كده، لان هو قال ان هو اكل بره. بس الدكتور ده بالصدفة انا كنت عارفاه اصلا، وكان بيني وبينه ود قبل كده، وقدر ان هو يخليني اخد تقرير واتخلصت منه. صاحبه قلب الدنيا على التقرير ده، بس انا فهمته ان مفيش تقرير ولا حاجة، ومات واندفن. اهله كانوا خايفين عليه ان هو يتشرح ويتبهدل، وقالوا خلاص الله يرحمه ويسامحه، واحنا ندفنه على كده ومعلمهلوش شوشرة. الحقيقة بس الباقي كله باظ بغبائي. كنت دايما بقول على نفسي ذكية، بس فعلا الفترة دي كنت غبية. بس أكيد التوتر كان ليه عامل كبير جدا على ده. أنا يا جماعة فعلا قلبي ميت، ما كنت زعلانة، وكان باين عليا إن أنا مش زعلانة، وكنت واقفة متماسكة